شايفين المره دي احنا مش قاعدين في السيت اب بتاعنا وانا قاعد على الجنب كده وفي ترابيزه هنا. هنعمل ايه الفيديو ده؟ بص الفيديو ده لطيف ظريف كده، حاجه بشاركها معاك وحاجه يعني بسيطه كده، مش متوقع بصراحه من الفيديو ده ان هو يجيب اي حاجه ولا كده، بس حاجه كده فرفشه في النص. تعالى اوريك ايه اللي معايا النهارده. معايا حاجه من الزمن الجميل، معايا كيسه ابو كرتونه، معايا كيسه ابو كرتونه. خلينا نفتحها مع بعض. الكيسه دي عشان بس نكون في مبدئيا كده، الكيسه دي مش للجيمنج، مش للمونتاج، مش لاي حاجه. الكيسه دي يا دوبك جايبها عشان حاجتين: تصفح وهيشتغل عليها سيستم، مش اكتر من كده، سيستم محل، مفيش حاجه تانية. الكيسه دي لو انت عايز جيمنج، عايز زي كل الكلام ده، فلا دي مش ليك. دي اخرها تصفح، اخرها سيستم، اخرها حاجات بسيطه قوي، وورد، اكسل، حاجات بسيطه جدا دي، غير كده لا. تعالى كده ايه نفتحها ونشوف. ممكن برضو يعني الفيديو ده هنعمل زي سيت اب ريترو وكده، فخلينا نشوف. عايزكم تكتبوا لي في الكومنتس كام واحد عنده زي الكيسه دي، كيسه جامبو. اكيد كلنا عارفينها دي، يعني تقريبا اشهر موديل اللي كان موجود وقتها الجامبو، الديزاين الجميل ده. يا وفي هنا ديسك ريدر، الدي في دي ريدر. يا لهوي، المروحه اللي هنا دي هو مطرب طبعا، بس مش اشكال. كده كده اصلا مش محتاجينه في حاجه، ممكن بس نديله ترويقه بسيطه كده ونكمل فيه. اروح اديله ترويقه وارجع له كده. اعتقد يعني نوعا ما نضف بصراحه، مش فارق معايا لان كده كده يعني مش هيعمل حاجه قوي. خلينا نكمل بقيه السيت اب، ما خلصناش. بعد كده معانا تاني حاجه، الشاشه دي شايف العلبه لينوفو، تمام؟ شاشه لينوفو، شاشه عاديه LED باك لايت، مش طبيعيه جدا. كده بس نفتح. لينوفو شاشة دل، الشاشة دل محطوطة في كرتونة لينوفو. عادي، بتحصل ووارد جدا، مش قصة. خلينا نركب هذا الستاند. وكده رسميا نقول ان السيت اب جاهز. لا ثواني، فاضل حاجه. عايزين ماوس وكيبورد طبعا، فانا عشان اللي عندي حاجات اللي عندي يعني، فهستخدم الكيبورد ده اللي هو السترايك مي GK 985 60%. كنت عامل مراجعه هنا على القناه، هسيب لك اللينك في الديسكربشن، وبرده في الكود اللي هنا اللي بتطلع دي الاي دي، فاستخدمه معاها بما ان السيت اب صغير كده وبتاع. وبرده الماوس اللي عندي لقيتها عشان بس اقوم الدنيا كده، لقيت التكنو زون الV6 هنستخدمه مع الدنيا دي. فالماوس ده انا كنت عامله برده مراجعه هنا على القناه، هسيبه لك في الاي اللي فوق وفي الديسكربشن برده، اعرف روح شوف رايي ايه في الماوس ده. وهنستخدم باده السترايك مي. الباده دي موجوده عند جيمستر تكنولوجي، الوكيل الرسمي لسترايك مي في مصر. فلو انت حابب تشتري منهم اي حاجه، هسيب لك برده اللينك بتاعهم في الديسكربشن. وانت بتشتري اي منتج من منتجاتهم اكتب كود EZ5 عشان تاخد خصم على اي منتج من منتجاتهم. فخلينا نحط هنا الباده، وخلينا نحط برده الماوس ونوصل الدنيا دي ونبدأ نشغل. مستعدين للحظة الحازمة دلوقتي. خلينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندور. اوبا يا لهوي، دارت يا سيح دارت. ده جاي جاهز من مجاميعه، وعليه كمان حاجات انا ما اعرفش جايه منين. يعني الهارد اللي موجود عليه معاه هارد اهو 320 جيجا، جاي متسطب عليه حاجات مش عارف منين بصراحه، بس ماشي تمام. جاي مواصفات الجهاز ده هو 3 جيجا بايت رام، وبيجي كورت ديو، فمواصفات قديمه كده، حاجه من ايام الزمن الجميل. فبصراحه يعني السيت اب ده فكرني بحاجات كتير قوي. فاكرين بصوا هنا مثلا بيجي اوبل، علامه اوبل كيسه
تيجي على شكل عربيه اوبل وبتاع. ما كانش بقى اللي بيبقى معاه تريلا ده كان يبقى حوار، وفي واحد تاني يبقى معاه بي ام كيسه بي ام ويتنافسوا بقى من كيسه احسن وبتاع. ايام جميله. وبصراحه الجهاز ده لو انت هتجيبه فيا اما يبقى سيستم محل، مثلا تشتغل على سيستم محل، عايز انت مثلا حاجات وورد اكسل تصفح حاجات كده فقط. ممكن مثلا العاب خفيفه خالص بقى زي الحاجات القديمه دي بقى وتشغلوا حاجات وبقى والكلام ده كله، فهيكون كويس جدا ليك. اكتر من كده فالجهاز ده ما يقدرش يعمل حاجه. وما تخليش حد يضحك عليك ويبيع لك الجهاز ده باكتر من 1000 جنيه او كده. وبس كده، اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن التجربه اللذيذه الممتعه دي. اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزين تجارب تانية زي كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام.